السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الستيكرز بأربع طرق مختلفة، وهي تقريبا كل الطرق اللي ممكن نعمل بيها الستيكر، والأربع طرق أسهل من بعض والخامات بتاعتهم متوفرة عندنا. ولو في حاجة مش موجودة هقول لكم ممكن نستخدم ايه بديل ليها او ممكن نشتريها منين. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. بس قبل ما نبدأ، أهلا بيكم، أنا هبة موسى ودي قناتي مامس كرافت. يلا مع بعض نشوف الخطوات، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا سبسكرايب وشير وتسيبولي كومنت، لأن كومنتاتكم بتفرحني جدا. اول حاجة هنبتدي نرسم الاشكال اللي عايزينها، وطبعا الخطوة دي خاصة بكل الانواع. ولو مش عايزين نرسم او مش بنحب ان احنا نرسم، ممكن نطبع الاشكال اللي احنا عايزينها. والاشكال اللي انا هرسمها دلوقتي هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ودي الاشكال اللي انا حبيت ارسمها واللي هنعمل بيها كل انواع الستيكرز اللي موجودة معانا النهاردة. ودلوقتي باي قلم حبر متوفر عندنا هنحدد الاشكال اللي احنا رسمناها. وده بيكون شكل الرسم بعد ما حددناه باللون الاسود. ودلوقتي هنلون الاشكال اللي احنا رسمناها باي الوان متاحة عندنا. وده بيكون شكل الرسومات بتاعتنا بعد ما لوناها. ودلوقتي هنبتدي بأول نوع ستيكرز معانا. هنقص الأشكال وهنسيب حواليها تقريبا 2 ملي. ممكن نقص حوالين الشكل بالظبط، بس لما بنسيب المسافة البيضة دي بيكون الشكل أحلى. وهنا قطعت كل الأشكال اللي أنا هستخدمها في النوع الأول. نسيت أقول لكم إن دي أسهل طريقة لعمل الستيكر، وتقريبا مش بنحتاج لها أي خامات غير الورق اللي احنا بنرسم عليه والسولوتيب اللي احنا هنستخدمه، بس كده. هنلزق الأشكال بتاعتنا في السولوتيب بالشكل ده. هنقص السولوتيب أكبر من الشكل، يعني هيكون في سولوتيب من جميع الاتجاهات حوالين الشكل، وده عشان الجزء ده هو اللي هيلزق الستيكر بتاعنا. وبكده اول نوع ستيكر معانا يكون خلص. ممكن نستخدمه كده على طول، وممكن انا بحب اجيب الورق الستنسل اللي هوريه لكم دلوقتي. ده بيشترى من المكتبة، سعره رخيص جدا. بنجيبه وبنحط عليه الستيكر بتاعنا علشان يبقى واضح وعشان ما يتبهدلش مننا. وهقول لكم كمان شويه على بديل لورق الستنسل ممكن ان احنا نحفظ عليه الستيكر بتاعنا لو ورق الستنسل مش متوافر عندنا. وده بيكون شكل شيت الستيكرز اللي عملناه باول طريقه معانا. شكله تحفه جدا، ودلوقتي هنجربه على اي نوت بوك عندنا. ودلوقتي هنعمل بديل لورق الستنسل لو مش متوافر عندنا. هنجيب ورقه وهنلزق عليها السولوتيب بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. وده كده بيكون بديل للستنسل. بنلزق الستيكرز بتاعنا عليه، وساعة الاستخدام بنشيله بمنتهى السهولة. ودلوقتي هنبتدي في تاني طريقة معانا. هنجيب ورقة وهنلزق عليها السولوتيب بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. ودلوقتي هنقسمها من النص، بس مش هنوصل للآخر بالطريقة اللي قدامنا دي. ودلوقتي هنلزق عليها طبقة كمان من السولوتيب. ودلوقتي هنرص الأشكال بتاعتنا جنب بعض، ونراعي الأشكال اللي هنستخدمها في النوع ده تبقى أصغر من السولوتيب اللي احنا مستخدمينه.
وهنلزق فوقهم طبقة كمان من السولوتيب. ودلوقتي هنقص الاشكال ونراعي ان يبقى في حواليهم سولوتيب من جميع الاتجاهات، لان طبقتين السولوتيب هما اللي لازقين الشكل بتاعنا. كده خلصنا كل الاشكال من النوع التاني. دلوقتي هنلزقهم على النوت بوك. بنشيل الجزء اللي ورا اللي كنا قاصينه من النص بمنتهى السهولة وبنلزقه. دلوقتي هنبدأ في تالت نوع معانا. هنجيب ستيكر شفاف من المكتبة، بيتباع على هيئة أفرخ وبيبقى سعره رخيص، وبنقص منه المقاس اللي احنا عايزينه، وبنفتح الجزء الشفاف كده، بنبتدي نرص الأشكال بتاعتنا، بس بنسيب مسافة حوالين كل شكل وبنلزق الجزء الشفاف تاني. هنقص كل شكل لوحده وهنسيب مساحة من الستيكر حوالين كل شكل بالطريقة اللي هنشوفها قدامنا دلوقتي. وده بيكون شكل تالت نوع ستيكرز معانا. ممكن نحتفظ بيهم بالشكل ده او ممكن نلزقهم على ورق ستنسل زي ما عملنا قبل كده. انا بفضل الزقهم على شيت ستنسل علشان بخاف يضيعوا مني وعلشان بيكونوا واضحين لما باجي استخدمهم. ودلوقتي هنجرب النوع ده على النوت بوك بتاعنا. ودلوقتي هنعمل رابع نوع ستيكرز معانا والاخير، وفي النوع ده بنقص الاشكال بتاعتنا على هيئة مستطيلات ومربعات علشان نعرف نلزق الدبل فيس عليها من ورا بالشكل اللي قدامنا ده. وزي ما احنا شايفين هنلزق الدبل فيس جنب بعضه بالطريقة اللي قدامنا دي. ودلوقتي عايزه اقول لكم ملاحظه مهمه. لو عايزين السولوتيب بتاعنا كده من غير لمعه بنقص على طول، ولو عايزين يبقى فيه لمعه بنلزق سولوتيب شفاف عليه من فوق بالطريقه اللي قدامنا دي. شايفين طبعا الفرق واضح بعد ما حطينا السولوتيب. ودلوقتي هقص الشكل بتاعنا وهسيب جزء ابيض حوالين الشكل. ودلوقتي هنجرب نلزق واحده من الستيكرز ده على النوت بوك بتاعنا. بنشيل الجزء الابيض بتاع الدبل فيس بمنتهى السهوله وبنلزقه. وبكده بنكون خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وإلى اللقاء في الفيديو الجاي بإذن الله.